أكتر حد يستاهل إنك تقول له أنا آسف هو أنت، لأن الحقيقة اللي بتهرب منها كل اللي بتقوله لنفسك بيحصل وهيحصل. كلامك الداخلي مش مجرد صوت في دماغك، ده بيبني ويقويك أو بيهد ثقتك بنفسك ويكسرك. أوقات الحزن والانكسار دي مش لحظات جلد الذات، دي لحظات حضن داخلي تطبطب فيها على نفسك مش تعاقبها. عارف إن أكتر من 90% من المشاكل النفسية بيكون سببها انعدام الثقة بالنفس؟ مشكلتك مش في اللي حصل، مشكلتك في الرسالة اللي بعتها لنفسك بعد اللي حصل. مش معنى إنك فشلت في علاقة أو شغل أو دراسة يبقى إنك فاشل. الفشل تجربة مش هوية. التجربة دي ممكن تبنيك أو تكسرك، والفرق بيكون في أنت قلت لنفسك إيه بعدها. فتساؤلي ليك، أنت بتكلم نفسك إزاي؟ بتعاملها كعدو ولا كأقرب صاحب؟ لو صاحبك وقع هتقومه ولا هتهينه؟ طب ليه بتعمل العكس مع نفسك؟ ابدأ من النهاردة احكي لنفسك حكاية جديدة، حكاية فيها دعم وتقدير، لأنك تستحق تصدق نفسك وتسندها وتقول لها أنا فخور بيكي حتى ولو في أول الطريق. يومكم جميل.